للأسف المنتخب المغربي اللي أقام 17 سنة في أول مباراة ضد اليابان في كأس العالم تلقى خسارة قاسية. وأكيد أي مشجع مغربي غادي تطرح في باله واحد السؤال: كيفاش المنتخب بان بهذا الأداء الغير مطمئن؟ وشكون هو سبب الخسارة؟ وشنا هي الوضعية ديالنا في هذه المجموعة الصعبة؟ هادشي كامل وشنو وقع في المباراة غنشوفوه في هذا الفيديو، ولكن قبل خلي معك واحد لايك وتابونا في القناة ويلا نبداو. المهم نشوفوا شنو وقع في الماتش وكيفاش كانت خسارة المنتخب. اولا التشكيله اللي دخل بها نبيل باها 4-4-2 في حراسة المرمى كما كان متوقع شعيب بالعروش، وكقلبي دفاع كما توقعت في الفيديو السابق دريس ايت الشيخ والياس حيداوي. الياس قدم مستوى جيد واعطى مؤشرات ايجابيه عكس ايت الشيخ اللي كان معول عليه للاسف ما كانش في نهارو وقدم مباراه سيئه. وكظهير ايمن قرر يعتمد على يوسف بن الحسن بدلا من حمزه بوهادي اللي كان اساسي في كاس افريقيا، وهذا قرار مزيان. وكظهير ايسر كان متوقع مشاركه منصف الزكري، وفي خط الوسط كما قلت في الفيديو السابق الياس السعيدي وزكريا الخلفيوي. هذا خط الوسط غنهضروا عليه في الفيديو لانه كنا ضعاف بزاف في هذا الخط بالضبط. وكجناح ايمن اعتمد على عبد العالي الداودي، وكجناح ايسر اسماعيل العود. وفي الهجوم كنلقاو كراس حربه زياد باها، وحداه كنلقاو عبد الله وزاب اللي حتى هو للاسف ما كانش في نهارو. ما استغليناش القدرات ديالو الهجوميه بشكل كبير، هادشي خلى اغلب الدراري يبانوا ناقصين وما كانش الانسجام بين اللاعبين، والتركيز حتى هو كان غائب عن هذا اللقاء. في اول دقيقه غادي يبان اننا غنعتمدوا على الكرات الطويله، وداكشي اللي وقع طيله المباراه كنا كنلعبوا على كرات طوال بزاف ولكن ما استفدناش منهم نهائيا. وبعض المرات بنينا الهجمات من الخلف، بحال في الدقيقه 2 هجمه منظمه من الدفاع حتى وصلنا الكره لمنطقه الخصم وتحصلنا على اول كفره. وايضا في الدقيقه 7 بنينا هجمه منظمه من الخلف من نفس الجهه ديال بن الحسن. بعدها بثواني اليابان كانت كتبني اللعب من الخلف بالاعتماد على 3 في الدفاع باش يخرجوا بالكره، وكانوا بسهوله كيبنيو اللعب لانه المنتخب ما كانش كيعتمد على الضغط نهائيا وكيتراجع للخلف ب 4-4-2. وبعض المرات كيهبط داودي بزاف بلاصه بن الحسن، وبن الحسن كيقرب حدا قلوب الدفاع. هادشي كيعني انه نبيل كان متحفظ بزاف دفاعيا. اول ربع ساعه المنتخب كان مزيان بزاف حيث الحارس بن العروش ما توصل بحتى تسديده او هجمه خطيره من اليابان. بكل بساطه كانت السيطره مغربيه من جميع النواحي، لكن بعدها ب 15 دقيقه اليابان عاد فاقت وبدات كتشكل علينا خطوره وسيطرت شويه على المباراه، وحتى حنا كنا كنساعدوهم. ما كان لا ضغط عالي ولا ضغط عكسي. في الدقيقه 18 هجمه خطيره للمنتخب عن طريق الداودي لكن ما استغليناهاش كما كان خاصها تكون. من بعد 2 دقائق غاجي الرد من اليابان، هجمه منظمه كيبنيو اللعب على راحتهم بدون ضغط من المهاجمين، وخط وسط المنتخب كان غائب تماما، لذلك طلعوا بالكره بسهوله في هذه اللقطه. والحمد لله كان حيداوي مزيان في هذه المباراه. وبعد كره خطيره في الدقيقه 21 غتلعب ركنيه للخصم، والمنتخب كيقطع الكره وكيمشي في مرتده لكن بدون زياده عدديه وما طلعوش اللاعبين، لذلك لم يتم استغلال هذه المرتده. وكان واضح اسلوب نبيل وهو التحفظ الدفاعي وما يطلعوش اللاعبين بزاف في الهجوم. والمرتدات ما استغليناهمش كيف كان خاصنا نستغلوهم. اليابان ما كانتش كتضغط على قلوب الدفاع، دريس والياس كانت كتخليهم يبنيو اللعب على راحتهم في بعض الاحيان. من الناحيه ديال الركنيات ما استغليناهمش نهائيا عكس الخصم اللي سجل علينا من الركنيه، ولكن الحكم لم يحتسب هذا الهدف وعطانا خطا. بعدها في الدقيقه 41 وزال ما عرفش يستغل هذه الهجمه، فين كان عنده حل اخر لكن ضاعت له. قبل انتهاء الشوط الاول كما قلت لكم قبل اليابان خطيره في الركنيات وكانت قريبه تسجل الهدف الاول في اخر دقائق. وكان الشوط الاول باداء مطمئن، وكنا كنقولوا في الشوط الثاني غادي يتحسن المستوى وغنشوفوا اهداف من المنتخب، لكن العكس هو اللي وقع. مدرب اليابان قرا مزيان نبيل باها وعرف نقاط القوه والضعف اللي عندنا استغلهم في صالحه، وكان موفق في الشوط الثاني. وهادشي لاحظناه مع صافره البدايه، سيطره واضحه من المنتخب الياباني وكانوا قريب يسجلوا لولا انقاذ بن العروش، وموراها مباشره ضيعوا هجمه خطيره. وفي الدقيقه 51 غيجي الرد من المنتخب واسماعيل كيضيع هدف محقق رغم انه متسلل. وهدف اليابان الاول غيجي من خلال ضياع لاعب الياس السعيدي الكره في وسط الميدان، وبكل صراحه اختيارات نبيل باها ما كانتش موفقه خصوصا في هذا المركز الحساس. وحسره كبيره على اصابه امين الوهابي اللي كان في هذا الماتش، كان غيكون ماتش مغاير لانه هذاك اللاعب اللي غادي يحولنا من الدفاع للهجوم ما كاينش نهائيا. كان في بعض الفترات وزان كيعاوننا في بناء اللعب والخروج بالكره لكن ما كملناش به. على العموم اليابان استغلت هذه الاخطاء الكثيره في التمرير وقدرت تسجل اول هدف في المباراه
المباراة في الدقيقة 56. بعد هذا الهدف كنا متوقعين اننا غادي نهاجموا ونضغطوا على اليابان كيف ما كدير هي باش نسجلوا الهدف التعادل، لكن كملنا بنفس الاسلوب وبنفس العناصر وبقينا هكاك، وعاود المنتخب يسيطر على المباراة. وقع العكس، كملت اليابان في السيطرة وشكلت خطورة على دفاع المنتخب، وهي اللي كانت كتقلب على الهدف الثاني. ما نساوش ان التنشيط الهجومي كان غائب في المقابلة. حتى الدقيقة 66 عاد قرر نبيل يدير التغييرات وخرج الياس السعيدي ودخل مكانه وليد بن صالح، وخرج اسماعيل العود ودخل مكانه وسيم الدرداك. وليد خلال الدقائق اللي لعب عطى مؤشرات ايجابيه عكس السعيدي، وبين على هدوء في وسط الميدان ورزانه في الخروج بالكره. المهم في الدقيقه 75 اليابان كتسجل الهدف الثاني، لكن تم الغاؤه بسبب ان اللاعب لمساته الكره في يده. في هذه اللحظه بان بانه عندنا ضعف في الانسجام وحتى التركيز ما كانش في هذا الماتش. الحمد لله ما تحسبش هذا الهدف وبقى الوضع بحال هكا حتى قرب الماتش يسالي. عاد المنتخب تحرك والحداني باش دخل عطى شويه ديال الفعاليه في الهجوم، وكنتمنى هذا اللاعب ياخذ الفرصه اكثر، وكان صنع هجمه خطيره في اخر الدقائق، لكن بعدها اليابان استغلت صعود اللاعبين. النتيجه مستحقه للمنتخب الياباني، وهذه الخساره خربقت لنا بطاقه التاهل. اصبحت وضعيه المنتخب صعبه. البرتغال ربحت الماتش ديالها الاول ضد كاليدونيا الجديده بسهوله بنتيجه عارضه كما كان متوقع ضد خصم سهل جدا 6-1. ويجب على نبيل با ان يصحح الاخطاء ويكون موفق في المباراه الثانيه اللي غتكون حتى هي صعيبه ضد بطل اوروبا البرتغال. ان شاء الله خير، وكنتمنوا كل التوفيق للدراري وبدون انتقاء او شيء من هذا القبيل، لانه اللاعبين باقين في مرحله التكوين وفقط انتقاد بناء لا شيء اخر، وبغينا غير مصلحه اللاعبين. وحتى لنا غنكون وصلنا لنهايه الحلقه، ونتلاقاو في فيديو جاي وتهلاو.